المعلومة اللي في ناس كتير قوي مش واخدين بالهم منها ان بيئة وطبيعة وغذاء ومناخ الدلتا مختلف تماما عن الصعيد، بل ان كمان هتحصل طفرات وتنوع جيني للشخص الدلتاوي عن الشخص الصعيدي، والعكس صحيح تماما. بالرغم من ان هما الاتنين نفس الاصل، نفس الاجداد، نفس العرقية، هما الاتنين اقباط، ولكن التأقلم على ظروف الدلتا اخرجت لنا الشخص الدلتاوي، والتأقلم على ظروف الصعيد خرجت لنا الشخص الصعيدي. ده ليه صفات وده ليه صفات مختلفة شوية عنه. وعلشان نعرف نضرب أمثلة ونشوف الموضوع بعينينا هنتكلم مثلا عن الدلتا. الدلتا دي كانت جنة الله على الأرض، ونهر النيل كان متفرع فيها ل7 فروع أساسيين، اللي 5 منهم اندفنوا واتبقى منهم فرعين أساسيين اللي هم رشيد ودمياط. الدلتا كانت مليانة بحيرات، مستنقعات، طمي، خصوبة، زرع في كل مكان. بالإضافة إن الدلتاوية كان عندهم البحر المتوسط، واللي كان عامل اعتدال في الجو طول السنة. يعني انت كشخص دلتاوي، انت لو مديت ايدك في اي ناحية هتلاقي اكل، لو انت مديت ايدك كده هتلاقي زرع واكل، لو انت مديت ايدك كده هتلاقي زرع واكل، لو انت بصيت بس قدامك وبصيت تحت رجلك هتلاقي سمك. ففي كل الاحوال كانت بيئة الدلتا غنية جدا جدا جدا.